السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. أهلا ومرحبا بكم يا شباب، كل سنة ويا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. النهاردة يا شباب إن شاء الله هنحل أسئلة الدرس التالي من الفصل الأول، اللي هو الحفاظ على الموارد البيئية. طيب صلوا على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الأول كده أسئلة على الجزء بتاع بطاقة كفاءة الطاقة. طيب يا شباب صلوا على النبي. احنا لما نيجي نبص كده يا شباب هتلاقيه مديك ايه، مديك يعني علامات كده، الاخضر بعد كده الازرق بعد كده الاصفر وهكذا. طب احنا كل ما بننزل لتحت كده يا شباب الاستهلاك بيزيد، بيزداد الاستهلاك، فبالتالي بيزداد الفقد بتاع الطاقة، صح؟ طيب هو هنا مديني ان التلاجة دي مثلا او الجهاز ده هو العلامة بتاعته عند الايه، يعني كفاءته عالية، يعني استهلاكه قليل. يبقى تاني انا لو انا فوق كفاءة عالية استهلاك قليل. طب لو انا تحت عند الاحمر، يعني لو انا كنت علامتي مثلا الاحمر ده، لو انا عند الاحمر يبقى الاستهلاك عالي وكفاءة قليلة. طيب اللون الاخضر يشير الى اعلى استهلاك، لا بدل الاخضر هيبقى الاحمر. طيب اللون الاحمر يشير الى الاقل استهلاك، لا هو الاعلى استهلاك. طيب اللون الاحمر يشير الى اقل كفاءة، صح اقل كفاءة اعلى استهلاك، اقل كفاءة اعلى استهلاك، يبقى الاجابة رقم ج. طيب السؤال رقم 2. الجهاز ده يا شباب لما نيجي نبص عليه بيقول لي احد اجهزه شاشات التلفزيون كان معها بطاقه كفاءه طاقه كما يلي. فاذا كان الاستهلاك الثانوي لهذا الجهاز هو 1100 قصدي 105 ايه كيلو وات في الساعه، كيلو وات ساعه. طيب اي مما يلي صحيح لهذه الاجهزه A B C D. طيب صلوا على النبي. هو دلوقتي الجهاز ده تقييمه C، يعني هو كفاءته تقريبا كده متوسطه، هي كفاءته هنا كفاءه عاليه، هنا الكفاءة قليلة، هنا الاستهلاك عالي، هنا الاستهلاك ايه قليل. طيب هو كده يعتبر ايه متوسط. طيب سي ده كان بيقول لي ان هو في السنة بيستهلك 100 وايه و50. طب انا عايز الشهري صح؟ طيب تعال اصل انا هقارنها ب A و B و C و D بالشهري صح؟ طيب انا لو عايز الشهري يبقى هقسم 105 على ايه؟ على 12، فهيطلع لي تقريبا كده 8 ونص. تمام. يبقى ده الايه ده الشهري. يبقى تاني دلوقتي الشاشه ديت شهريا بتستهلك قد ايه 8 ونص، ليه اصل هي سنويا كانت 100 وايه و5. يبقى السي قيمتها ايه 8 ونص، بتستهلك 8 ونص. يبقى الايه اقل من الاي والبي، انا لما بطلع لفوق الاستهلاك بي ايه الاستهلاك بيقل. طيب اما بنزل لتحت الاستهلاك بي ايه بيزيد، صح. طيب اما نيجي نبص على ايه، ايه ده موجود فوق صح، استهلاكه 10 ما ينفعش، ليه؟ لان ايه ده جودته كويسه، جهاز كويس، فالمفروض استهلاكه يبقى اقل من السي، يبقى الف غلط. ب بيقول لي بي، تمام، بي اللي هو الازرق 7 وتمام صح، لان هو كفاءته اعلى من سي، فسبعة و15 تمام صح. اقل كفاءه من الايه صح برضو، احنا قلنا فوق، لو انت فوق كفاءه عاليه استهلاك قليل، لو انت تحت كفاءه قليله استهلاك عالي، يبقى الاجابه هتكون رقم ب. طيب السؤال رقم 3. بيقول لي تفاعل تحضير النشادر، التفاعل اللي بنكون بيه النشادر تحت ضغط 200 اي تي ام في اسطوانه من الحديد، فان ماده الاسطوانه تعبر عن، الاسطوانه نفسها يا شباب تعبر عن ايه حدود النظام. طيب السؤال اللي بعده تعال نبص على النظام اكس. النظام اكس ده نظام مفتوح. طيب النظام واي ده نظام معزول. طيب ده نظام ايه مغلق. كلام جميل. طيب دلوقتي لما نيجي نبص على الاختيارات، الاختيار ألف بيقول لي إن إكس ده نظام مفتوح صح. طيب واي يسمح بانتقال المادة، واي ده ما بيعديش حاجة خالص، أصل زد يسمح بانتقال المادة، لأ زد ده جهاز مغلق. طيب ب بيقول لي واي ده نظام مغلق، تمام. بيقول لي واي إيه، واي نظام مغلق، لأ واي نظام معزول. طيب بعد كده جيم بيقول لي واي نظام معزول، تمام. اكس لا يسمح، لا اكس ده سايبها على البحري، يبقى الإجابة رقم د. بيقول ان زد نظام مغلق صح، لا يسمح واي بانتقال المادة والطاقة صح، لأن احنا عندنا واي ده ايه معزول. كلام جميل. سؤال رقم 5 بيقول أي من الخصائص التالية يعتبر صحيحا بالنسبة للنظام موضح في الشكل المقابل. الشكل المقابل هتلاقي ايه المادة والحرارة جوه مفيش حاجة مع الوسط المحيط، وهتلاقي بص عندك تحس ان في طبقتين، يعني هو كده عايز يقول لك من الآخر النظام ده نظام معزول. نظام ايه نظام معزول. نظام معزول لا يسمح بانتقال المادة ولا الطاقة، يمنع انتقال المادة والطاقة صح، يبقى إجابة رقم ج. السؤال رقم 6 بيقول لي لديك ثلاثة أواني A و B و C كما بالجدول، فأي الأنظمة A و B و C هي. طيب صلى على النبي. دلوقتي اما نيجي نبص على ايه، الكتله كانت بكام بخمسة بقت بخمسة، يعني كده لا يسمح بتبادل الماده. طب الحراره كانت 50 بقت 40، يعني هيسمح بتبادل الطاقه، يبقى ده جهاز مغلق او نظام مغلق. طيب بي، بي انا عندي كانت ب 10 فضلت 10،
طيب 60 فضلت 60 يبقى ده نظام معزول. طيب ده كانت 8 بقت يعني الكتلة اتغيرت والحجم اتغير، وقصدي ايه درجة الحرارة اتغيرت، يبقى ده نظام ايه مفتوح. يبقى انا عندي ايه دلوقتي كده هيبقى الإجابة هتكون رقم ايه ج مغلق معزول مفتوح. طيب السؤال رقم 7 بيقول التفاعل التالي تم تنفيذه في الظروف المختلفة. ماشي. كلام جميل. في التجربة الأولى قلت كتلة النظام يعني الكتلة اتغيرت. طيب وقلت درجة الحرارة يعني كان نظام مفتوح. طيب في التجربة الثانية ظلت الكتلة كما هي ثابتة بينما قلت درجة الحرارة يبقى ده نظام مغلق. طيب في التجربة الأولى تمت في نظام مفتوح ده الإجابة صح. الإجابة صح طبعا. طب تعالى نكمل. التجربة الثانية تمت في نظام معزول، لا نظام مغلق، لأن لو معزول ما كانش هيحصل تبادل في أي حاجة. طيب السؤال رقم 8. السؤال رقم 8 ده من قبل ما نقرا كده ده جهاز إيه مغلق ليه مقفول. طيب هل هو معزول؟ لا مش معزول. هل هو مفتوح؟ لا مش مفتوح. طيب دلوقتي قابليته ماشي. طيب النظام يسمح بتبادل الطاقة والمادة؟ لا لأن ده كده المفروض هيبقى مفتوح. طيب نظام لا يسمح بتبادل الطاقة والمادة؟ لا ده كده نظام معزول. نظام يسمح بتبادل الطاقة فقط مع الوسط الخارجي؟ صح. المادة لا. تمام. يبقى الإجابة هتكون رقم ج. طيب السؤال رقم 9 بيقول لي شكل مقابل يوضح كأس زجاجية. طب عم نشوف البيانات. رقم 1 ده مين؟ 1 ده النظام. طيب 2 ده مين؟ 2 ده الحدود بتاعت النظام. 3 ده مين؟ ده الوسط الخارجي. كلام جميل. طيب بيقول لي ايه؟ بيقول لي كأس زجاجية تحتوي على عينة من المية، يعني اللي جوه دي مية، ضفنا لها ايه؟ ضفنا لها ملح طعام NaCl. طيب فأي مما يلي صحيح. أي مما يلي صحيح. صلوا على النبي. دلوقتي احنا في السؤال رقم 9. ماشي. تعال نشوف الاختيارات. دلوقتي ألف رقم 1 بيقول لي ايه؟ يقول لي يمثل 1 نظام. تمام. طب 2 يوسط الوسط المحيط؟ لا 2 مش الوسط. طيب ب 1 و3. 1 و3 يتبادل الطاقة في صورة حرارة أو شغل. هي الجملة صح. تعال نكمل برضه نتأكد. دلوقتي بيقول لي ايه؟ جيم 2 يمثل حدود النظام. تمام. طيب 3 يمثل الوسط الذي يتم فيه التغير. لا الوسط اللي بيتم فيه التغير ده يقصد بيه النظام. هل 3 هي النظام؟ لا طبعا. يبقى الإجابة برضه غلط. د 1 و2 يتبادل الطاقة في صورة حرارة أو ضوء. 1 و2. لا 1 مش بيتبادل حاجة مع 2. يبقى الإجابة رقم ب زي ما أنا قلت لكم. السؤال رقم 10 بيقول لي أي مما يلي صحيح. أي العبارات التالية صحيحة. طيب الكثافة تعتبر من الخواص الممتدة. لا الكثافة دي أصلا خواص مركزة لأنها بتعتمد على نوع المادة. تمام. طيب الكتلة تعتبر من الخواص الممتدة لأنها لا تعتمد على كمية المادة. لا هي خواص ممتدة لأنها تعتمد. طيب السعة الحرارية تعتبر من الخواص المركزة لأنها لا تعتمد على كمية المادة. الإجابة طبعا إيه؟ صح. طبعا كده السعة الحرارية. لا السعة الحرارية احنا لو قال لي الحرارة النوعية بدل السعة الحرارية كانت تبقى إجابة إيه؟ صح. الحرارة النوعية تعتبر أنا لا خدت بالي معلش يا شباب. احنا دلوقتي قلنا السعة الحرارية مش مركزة، قلنا السعة الحرارية مالها ممتدة، إن الحرارة النوعية هي اللي مركزة. طيب بيقول لي في النظام المغلق، في النظام الايه المغلق بمرور الزمن قد يحدث تغير في بعض الخواص نقط. ده نظام ايه نظام مغلق. طيب انت دلوقتي مغلق هيحصل تغير في الكتله؟ لا لان هو لا يسمح بتبادل الماده. هيحصل تغير في الحجم؟ لا عشان هو ما بيسمحش بتبادل ايه ماده. يحصل تغير في درجه الحراره؟ لان هو بيسمح بتبادل الطاقه. يبقى الاجابه هتكون رقم ب لان هو جهاز مغلق او نظام مغلق. نظام مغلق معلش انا مش عارف في ايه. ماشي. دلوقتي بيقول لي ايه في السؤال رقم 12 بيقول لي من الاشكال البيانيه. طيب عايز الخواص الممتده والخواص الايه المركزه. طيب الخواص الممتده يا شباب هتبقى مين؟ هتبقى الكتله. هتبقى مين تاني؟ هتبقى الكتله مساحه السطح والحجم. يبقى A و C. تمام. طب الخواص المركزه هتبقى مين؟ درجه الحراره والحراره النوعيه اللي هي رقم B. يبقى الاجابه رقم د. طيب معذره يا شباب ثانيه واحده كده بس كده. طيب عشان ايه نركز بقى. دلوقتي بيقول لي ايه من المعاني التاليه صحيحه وفقا لمعادله القانون الاول للديناميكا الحراريه. طب تعالى نكتب المعادله بتاعت القانون الاول للديناميكا الحراريه دي. احنا كنا بنقول دلتا يو بيساوي دلتا كيو ناقص دلتا دبليو. صح. يبقى تاني كنا بنقول ايه؟ دلتا يو بيساوي دلتا كيو ناقص دلتا ايه دبليو. طيب تكون قيمه الدلتا دبليو موجبه عندما يقوم النظام ببذل شغل. النظام يكتسب شغل؟ لا النظام لو اكتسب شغل يعني اتبذل عليه شغل يبقى دي غلط. طيب النظام يفقد شغل. النظام فقد شغل يعني هو عمل شغل على الوسط الخارجي. دي صح. طب تعال نكمل. بيقول لي كيو سالبه يعني فقد. هنا بذل
موجب دلتا دبليو موجب يعني بذل شغل. طيب نظام يفقد الحرارة إلى الوسط المحيط يفقد، صح برضه، يبقى الإجابة رقم ب. يبقى الإجابة هتكون رقم كام؟ رقم ب. طيب السؤال رقم 14، أي مما يلي لا يعتبر تطبيقا لقانون بقاء الطاقة؟ مين في دول لا يعتبر تطبيق لقانون بقاء الطاقة؟ هو مين قانون بقاء الطاقة ده؟ كنا بنقول إن هو الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، ولكنها تتحول من صورة لأخرى. طب تعال نشوف. والله تعال نشوف تفاعل غازي الهيدروجين والنيتروجين لتكوين غاز النشادر مع انطلاق طاقة. طيب تعال نشوف دلوقتي ده، يعني ده تفاعل عادي، واحنا قلنا التفاعلات العادية بيحصل فيها ايه؟ بقاء للطاقة، اللي هو القانون الأول للديناميكا الحرارية، عادي جدا. طيب تفاعل الانحلال الحراري لتكوين كربونات المغناطيسي مصحوبة من امتصاص حرارة، ده تفاعل مصر الحرارة عادي جدا. طيب بطاريات السيارات تحول فيها الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربية، ده احنا قلنا الطاقة لا تفنى لكنها تتحول من صورة لأخرى، فتتحول من كيميائية لكهربية، صح؟ طب النظام المعزول يكتسب طاقة من اللا شيء، لا احنا قلنا ما ينفعش، احنا قلنا ما فيش حاجة بتيجي من لا شيء، يبقى ديت اللي غلط. طيب السؤال رقم 15 بيقول لي طبقا للقانون الاول للديناميكا الحراريه، اللي هو كان مين؟ دلتا يو بيساوي دلتا كيو ناقص دلتا دبليو. طيب فان الطاقه التي يفقدها النظام، اللي بيفقدها النظام مالها بقى؟ ماشي، هو احنا قلنا بيفقدها النظام، يبقى الدلتا كيو بتساوي سالب، هتكون سالبه. طيب بتساوي سالب الطاقه اللي بيكتسبها النظام، لان احنا دلوقتي يا شباب، احنا عندنا دلوقتي ادي مثلا ادي النظام أهو. النظام ده بيكتسب طاقه، صح؟ وبعدين بيرجع يفقدها، وهو بيكتسبها بتبقى بإشارة موجبة، وهي بيفقدها بتبقى إشارة إيه؟ سالبة. يبقى أنا عندي الطاقة المفقودة تساوي سالب الطاقة الإيه؟ المكتسبة، يبقى الإجابة رقم ألف. طيب بيقول لي الشكل المقابل يوضح مثالا لتحقيق القانون الأول للديناميكا الحرارية، التي تتحول فيه أنا عندي عملية إيه؟ بناء ضوئي، بتحول فيه الطاقة الضوئية إلى طاقة حركية، ضوئية إلى إيه؟ ضوئية إلى حركية، ضوئية إلى إيه؟ حركية. طيب الطاقة الضوئية إلى طاقة كيمياء، معذرة يا شباب، أنا مش عارف في إيه، المفروض أقوم أنام على طاقة كيميائية، معذرة. إحنا كنا بنقول في عملية البناء الضوئي بنحول لطاقة إيه؟ كيميائية، أصلا مفيش حركية في الموضوع. ضوئية الحرارية لأ، حرارية إلى كيميائية لأ، حرارية لأ، ضوئية إلى كيميائي، يبقى ضوئية إلى إيه؟ كيميائي. طيب السؤال رقم 17 بيقول لي كوب زجاجي محكم الغلق، تمام. طيب يحتوي نصفه على ماء ساخن، فتكون كمية الحرارة تعطي، بص يا شباب، محكم الغلق دي يعني إذا V2 بيساوي V1، يعني يعني الحجم ثابت. محكم الغلق ده يا شباب شبه حلة الضغط، وحلة الضغط دي يا شباب كنا بنقول إن الدلتا V يساوي الصفر، وبالتالي الدلتا دبليو يساوي الصفر. ليه؟ لأن هو محكم الغلق، محكم الغلق يبقى الشغل بصفر، وطالما الشغل بصفر تعال ما نشوف كده، احنا عندنا دلوقتي بما أن دلتا دبليو بتساوي الصفر، وبما أن دلتا يو بيساوي دلتا كيو ناقص دلتا دبليو. طب احنا دلوقتي قلنا إن الدلتا دبليو دي بإيه؟ بصفر، اشطبها، يبقى الدلتا يو بيساوي دلتا كيو، دلتا يو بيساوي دلتا كيو، الإجابة د. طيب بيقول لي إيه؟ تفاعل 10 جرام من الخرسين مع حمض الكبريتيك المخفف عند درجة حرارة 25 في إناء مغلق تبعا للمعادلة الآتية، فيكون الشغل المبذول من النظام يساوي بيقول لي إيه؟ الشغل المبذول من النظام يساوي نقط. صل على النبي. دلوقتي احنا بنقول معانا 10 جرام من الخرسين هيتفاعلوا مع ده عشان يكونوا لي ده وده، صح؟ كلام جميل. طيب دلوقتي كده تعالى نقرا كده السؤال تاني، بيقول لي اناء مغلق، اناء ايه؟ مغلق. مغلق ده يبقى اذا الدلتا دبليو يساوي الصفر من غير ما تفكر. ليه بقى؟ ليه هتساوي صفر؟ ليه هتساوي الصفر؟ لان انت عندك مغلق، يبقى اذا الحجم ثابت، يبقى الشغل ثابت، لان احنا قلنا الشغل بيعتمد على الحجم، الشغل بيعتمد على الحجم، الحجم زاد الشغل زاد، الحجم قل الشغل ايه؟ قل، الشغل بالسالب يعني. طيب السؤال رقم 19 بيقول لي احسب اكتسبت كمية من الماء لا اكتسبت كمية من الماء، هي الماء هنا اللي هي اللي اكتسبت، ما نبديش مجهول يعني. اكتسبت كمية من الماء طاقة مقدارها 100 كيلو جول، تمام. المية اكتسبت قد ايه؟ 100 كيلو جول. موضوع داخل إناء مغلق، تمام، فيكون التغير في الطاقة الداخلية تساوي نقط. طيب صلوا على النبي. دلوقتي احنا بنقول ايه؟ بنقول ان هي اكتسبت 100 كيلو جول، يبقى التغير دلوقتي احنا عندنا مغلق، يبقى الدلتا دبليو بيساوي زيرو. احنا قلنا مغلق يبقى الدلتا دبليو بايه؟ بزيرو. يبقى دلتا يو بيساوي دلتا كيو ناقص دلتا دبليو، ودلتا دبليو صفر، يبقى الدلتا يو بيساوي ايه؟ دلتا كيو، دلتا يو بيساوي دلتا ايه؟ كيو. يبقى الطاقة الداخلية للنظام بتساوي الطاقة دي. طيب هو احنا قلنا دلوقتي الدلتا يو بيساوي دلتا كيو، صح؟ طيب هي الدلتا كيو بكام؟ ب 100 كيلو جول، يبقى اذا الإجابة هتكون 100 كيلو جول. طب تعالى نشوف الاختيارات، في 100 كيلو جول؟ لا، في 50، في 200. طيب انا عندي اختيارين تانيين، ده وده، صح؟ طيب انا دلوقتي معايا 100 كيلو جول
عايز احولهم لكيلو كالوري. طيب احنا كنا بنقول ان الوحدة الكبيرة هي الكالوري صح؟ فلما اجي اعمل كده هقسم على كام؟ على 4 و18 من 100. طيب هنا كده انا ضربت، يبقى ما تنفعش، يبقى الاجابه هتكون ايه؟ د. الاجابه هتكون د، لان احنا قلنا اما بنيجي من الصغير للكبير بنقسم، من الكبير للصغير بنضرب، تمام؟ واحنا قلنا الوحده الكبيره هي الكالوري، تمام؟ يبقى الاجابه هتكون د. بيقول لي السؤال رقم 20، من التفاعلات التاليه من التفاعلات الآتية الذي يحدث عند ضغط ثابت في إناء مغلق. إناء مغلق، ماشي. بص بقى. إناء مغلق يعني مثلا كده اهو، انا جبت دي وغلطتها، بس قافلها بحاجه، الحاجه دي ممكن تطلع لفوق او تنزل لتحت، تمام؟ هناك كان بيقول لك مغلق وخلاص بيسكت، بيقول لي يقبل التمدد والانكماش. طيب تعال نشوف بقى، يعني هنا كده الدلتا دبليو مش هيكون بصفر، لان هو ما قاليش مغلق وطلع يجري، لا هو بيقول لي بيقبل التمدد والانكماش. طب صلى على النبي، خد المعلومه دي بقى. هو احنا دلوقتي مين المتفاعلات؟ كبريت وده سوليد، معاه ميه ودي فيبور، بخار. طيب طلع لي غاز وغاز، يعني انا كان عندي حاجه صلبه وغاز، حولتهم لغازات بس. طب انت عارف ان الغازات بيكون في مسافات بينيه ايه اكبر، فالمفروض كده الحجم كتوتال هيزيد. ليه؟ لما اجي اقارن لك حجم دول بحجم دول، طيب هتقول لي ان النواتج غازات بس، والغازات حجمها اكبر من الحاجات الصلبه صح؟ يبقى النواتج حجمها اكبر من حاجات من المتفاعلات، فلما الحجم ده يزيد هيزق لي دي لبره صح؟ يبقى اذا الدلتا دبليو هيكون اكبر من الصفر، الدلتا دبليو موجب. ليه؟ لان احنا عندنا النواتج اللي حصل لها حجمها زاد، تمام؟ فبالتالي الدلتا دبليو هيكون اكبر من ايه؟ من الصفر، تمام؟ يبقى الاجابه رقم ب. ليه؟ لان احنا كوننا نواتج غازات، والغازات دي حجمها كبير يعني عمل شغل، فبالتالي هيزق لبره، فيبقى الدلتا دبليو بموجب، تمام؟ يبقى تاني لو قال لي مغلق وطلع يجري يبقى الدلتا دبليو بصفر، قال لي مغلق وبيقدر يتمدد يطلع فوق ينزل تحت، والغازات بتزيد، الغازات بتزيد يبقى الحجم بيزيد، غازات زادت حجمي زاد، غازات زادت حجمي زاد. طيب بيقول لي من المعادله التاليه، ودي انا قايلها في الفيديو، ده كده سوليد وده كده ليكويد. طيب احنا عندنا دي كده ايه؟ طيب صلى على النبي، احنا بنتحول من حاله لحاله، حاله لحاله، يبقى مين؟ ايزوثيرميه. طيب يبقى ايزوثيرميه، اديباتيه لا، اديباتي معزول. احنا دلوقتي في الايزوثيرميه، ايزوثيرميه يعني تي 2 بتساوي تي 1، دلتا يو بصفر، يبقى الدلتا كيو بيساوي دلتا دبليو. يبقى الاجابه رقم ايه؟ رقم الف. ليه؟ لان احنا عندنا ديت حاله ايه؟ ايزوثيرميه، والايزوثيرميه الدلتا يو بصفر، يبقى الدلتا كيو بيساوي دلتا دبليو، يبقى الإجابة رقم ألف. طيب السؤال رقم 22 بيقول التغير في الطاقة الداخلية للنظام ما يساوي كل مما يأتي ما عدا التغير في الطاقة الداخلية للنظام. طيب ماشي، صلوا على النبي. دلوقتي بيسألنا عن مين؟ التغير في الطاقة الداخلية للنظام اللي هي الدلتا يو، بتساوي، احنا عارفين ان هي بتساوي دلتا كيو ناقص دلتا دبليو. طيب تعال نشوف، بيقول لي التغير في الحرارة النظام فقط إذا كان الحجم الذي يشغله، بيقول لي ان الدلتا يو ممكن تكون بتساوي التغير في الحجم الذي يشغله النظام. بتقول التغير في الحرارة فقط إذا كان ماشي، دي جملة صح، اللي هو التغير في الحرارة لو كان الحجم ثابت، اللي هي الحالة ديت قصده إيه؟ قصده الحجم ثابت، يبقى دي الأيزو إيه؟ أيزو كورية، يعني دي جملة صح. طيب بس الجملة رقم ب بيقول التغير في الشغل المبذول فقط إذا كانت الطاقة لم تنتقل، ديت الأديباتية. ليه؟ أنت عندك مفيش طاقة بتخش ولا بتطلع، ففي الحالة ديت الدلتا يو بيساوي دلتا كيو، بتساوي دلتا دبليو. طيب التغير في حرارة النظام زائد التغير في الشغل المبذول، طيب احنا بنقول ايه؟ التغير في حرارة النظام ناقص التغير في الشغل المبذول، يبقى ديت غلط، تمام؟ يساوي الصفر اذا كانت درجة حرارة النظام ثابتة، لان احنا بنقول الدلتا يو بيعتمد على دلتا تي، ولو الحرارة ثابتة الدلتا تي بصفر، ايوه صح، تمام؟ فالجملة صح، يبقى الجملة الخطأ هي رقم ج، المفروض هنا كده ناقص بدل زائد. طيب السؤال رقم 23 بيقول الشكل المقابل يعبر عن زيادة الضغط عند أعلى تفاعل كيميائي غازي في إناء معزول حراريا، معزول طيب معزول يبقى مين؟ أديباتي، يبقى الأيزوكورية لأ، أيزوكورية لأ، أديباتي، أديباتي يبقى الدلتا كيوب صفر، يبقى أنا من غير ما أكمل كده بيقول لي معزول يبقى أديباتي يبقى الدلتا كيوب إيه؟ دلتا كيوب صفر، تمام؟ طيب السؤال رقم 24 بيقول لي شكل مقابل يوضح عملية تسامي اليود الصلب. عملية التسامي دي يا شباب بنحول فيها الحالة من الحالة الصلبة إلى الحالة البخارية أو الحالة الغازية. طيب التي تسمى هذه العملية، طيب صلى على النبي. دلوقتي احنا عندنا إيه؟ عندنا وفيها نقاط لا يتغير بمرور الزمن. احنا في السؤال رقم 24. طيب احنا دلوقتي يا شباب بنتحول من حالة لحالة. طيب أنا كنت بقول لك عند تحول من حالة لحالة أخرى وأنت مغمض أيزوثيرمية، أديباتي معزول،
تحول من حالة لحالة ايزوثيرمية. طيب ايزوكورية لا، ايزوكورية لا، ايزوثيرمية صح. طيب الايزوثيرمية دي كنا بنقول ايه اللي بيحصل؟ الحرارة ثابتة. تمام، الحرارة ايه؟ ثابتة. الحجم النظام لا، حجم النظام ده ايزوكورية. طبعا احنا مش هنشرح تاني بقى، احنا شرحنا في الفيديو، اللي مش فاهم يروح يسمع الفيديو. تمام، يبقى الإجابة رقم 24. طيب السؤال رقم 25، التفاعل التالي يحدث تحت ضغط ثابت فيكون ماشي، تعال نركز كده، صلى على النبي. احنا في السؤال رقم ماشي. طيب دلوقتي بيقول لي ايه؟ ماشي، انت كنت داخل بايه؟ بغاز واحد صح؟ واحد مول من ده طلع لك 2 مول، فكده الغاز زاد ولا لا؟ الغاز زاد، الغاز زاد يبقى الحجم زاد، الحجم زاد يبقى دلتا دبليو بموجب. تاني يا شباب، تاني. انا كنت داخل بمول واحد من الغاز ده، طلع لي كام مول؟ 2 مول. الغازات زادت، غاز زاد، الغاز زاد، بص الجاز زاد، الجاز زاد، يبقى الحجم زاد. حجم زاد يعني في 2 اكبر من في 1، يبقى دبليو 2 اكبر من دبليو 1، يبقى الدلتا دبليو بموجب. طيب دلتا دبليو موجب، يبقى هو النظام هو اللي بذل شغل، يبقى الدلتا دبليو اكبر من الصفر صح، والنظام يبذل شغل الوسط الخارجي صح، يبقى الاجابه رقم ب. ليه؟ لان انا عندي الحجم زاد. عرفت الحجم زاد ازاي؟ لان عدد مولات الغازات زاد، فبالتالي الحجم بيزيد، لان كل ما الغاز يزيد الحجم يزيد، لان احنا عارفين ان الغاز ده بيكون فيه بينهم مسافات بينيه كبيره. طيب بيقول لي من الشكل الذي امامك عند فتح الصمام الفاصل بين الاناءين كان الشغل المبذول يساوي 60 جول، فيكون التغير في الطاقة الداخلية للنظام دلتا دبليو يساوي نقط. طيب صلى على النبي، هل احنا جبنا سيرة دلوقتي كيو؟ لا، فانا ههملها لان هي اصلا مش واضحة قدامي في السؤال. طب تعالى نشوف. هو دلوقتي كده اول ما افتح هنا ايه اللي هيحصل؟ الغاز ده هينتشر كده صح؟ فالغاز كده هيبذل شغل. طب احنا عارفين الدلتا يو بيساوي دلتا كيو ناقص دلتا دبليو. طيب هل هنا اصلا اما الغاز ده يتمدد كده هيكتسب طاقة او هيفقد طاقة؟ لا، فاحنا هنعملها كده. يبقى دلتا يو هتساوي ايه؟ هو عايز دلتا يو هتساوي سالب دلتا دبليو. طيب هو دلوقتي بيقول لي ايه؟ بيقول لي الشغل المبذول ب 60. الشغل ب 60، يبقى الدلتا يو هتساوي سالب ال 60 اللي انت عملتها، يبقى سالب 60 ايه؟ كيلو جول. سالب 60 جيلو يا ربي، معلش. طيب السؤال رقم 27 بيقول لي اذا كانت الحرارة المفقودة يبقى الدلتا كيو بتساوي سالب 55. طيب والشغل المبذول من النظام هو اللي بذل شغل، يبقى الدلتا دبليو بيساوي موجب، لان هو اللي بذل الشغل، موجب 80 كيلو جول. طيب فيكون التغير في الطاقه الداخليه للنظام، تعالى نعوض بقى، دلتا يو بيساوي دلتا كيو ناقص دلتا دبليو. طيب دلتا كيو بكام؟ دلتا كيو بسالب 55 ناقص دلتا دبليو بكام؟ 80. طيب سالب وسالب سالب، طيب سالب كام؟ 135. يبقى الاجابه ب. بيقول لي اذا كانت كميه الحراره المكتسبه، الحراره المكتسبه، يبقى اذا دلتا كيو بيساوي موجب 40 كيلو جول. طيب والشغل المبذول على النظام، مبذول على النظام مش النظام اللي عمل الشغل، مبذول عليه، يبقى اذا دلتا دبليو بتساوي سالب 70 كيلو جول. طيب هو عايز ايه؟ عايز دلتا يو، دلتا يو بيساوي دلتا كيو ناقص دلتا دبليو. طيب دلتا كيو بكام؟ ب 40 ناقص دلتا دبليو بكام؟ 70. طيب هي بسالب 70، يبقى 70 ناقص سالب 70 يبقى 40 زائد 70، لأن سالب في سالب بإيه؟ بموجب. تمام، يبقى بيساوي كام؟ 130. 100 110 معلش. ماشي، السؤال رقم 29 بيقول لي الشكل البياني المقابل يمثل الشكل البياني مناسب لحدوث عملية أديباتية. طيب أديبات يعني إيه؟ أديباتي معزول. معزول يعني دلتا كيو بصفر. طيب يبقى إذا دلتا يو بيساوي سالب دلتا دبليو صح. طيب دلوقتي كده لو قلت لك ان عمل شغل ب 10 صح، يبقى اذا ديت هتبقى بسالب 10. يعني انا كده كل ما بزود الشغل كل ما ده بيقل صح، يبقى علاقه ايه؟ علاقه عكسيه، الاجابه رقم ج. طيب السؤال رقم 30، لان احنا عندنا قلنا يا شباب، انا عارف ان كتاب التفوق كان كاتب ان الدلتا يو بيساوي دلتا دبليو، وده كلام غلط تماما. تمام، هيتعدل ان الدلتا يو بيساوي سالب دلتا دبليو، وتعدلت في كتاب المدرسه، فهيبقى العلاقه عكسيه رقم ج. طيب السؤال رقم 30 بيقول لي السلسله الغذائيه تتكون من نبات، اكلات عشب، حيوان مفترس واحد، وحيوان مفترس رقم اتنين. فاذا كانت كفاءه انتقال الطاقه تقل في كل مرحله بنسبه 50%، فيكون الفقد في الطاقه الكليه. طيب صلى على النبي، هي الطاقه الكليه جايه منين؟ جايه من الشمس. فهنقول مثلا ان الطاقه اللي جايه من عند الشمس دي كانت 100%، هيتنقل منها لاكلات للنبات 50. ماشي، الشمس كانت عنده ايه؟ صلى على النبي. دلوقتي احنا قلنا ايه؟ قلنا الطاقه 2 من الشمس للنبات صح. طيب لو افترضنا ان الشمس ده كان عنده 100% من الطاقه،
فالنبات هيتنقل له 50% بس، لان احنا بنقول الكفاءه 50%. فاكلات العشب هيتنقل لها كام؟ النص، 25%، لان احنا بنقلل النص. هيتنقل للحيوان المفترس رقم واحد 12 ونص. طب ده هيتنقل له كام؟ النص، اللي هو كام؟ هيبقى 6 وربع. طيب كده اللي وصل في الاخر للحيوان المفترس هو كام؟ 6 وربع. طب انت في الاصل كنت كام؟ 100%. يبقى الاجابه هتكون 100% ناقص 6 وربع في المية. طب انا ليه بدأت بالشمس؟ لان هو بيقول لي الطاقة الكلية، هي الطاقة الكلية كانت جايه منين؟ جايه من الشمس، ونصها هيجي للنبات، نص اللي في النبات هيجي لاكلات العشب، نص اللي في اكلات العشب هيجي للحيوان المفترس رقم واحد، وهكذا. طيب انا كده لو عايز احسب الفقد الكلي للطاقة هيبقى دلوقتي 100 ناقص 6 وربع، يبقى انا عندي الاجابة هتكون 93 و75%، اللي هي الاجابة رقم ألف. تمام. السؤال رقم 31، الكتلة المولية، هو عايز ايه؟ عايز الكتلة المولية. ماشي. يعني كتلة مول واحد لحمض الكبريتيك. طيب تعال ما نشوف، هي كتلة الهيدروجين بكام؟ واحد، يبقى اتنين، لأن الهيدروجين عندي منه اتنين في واحد، زائد الاس أنا عندي منه كام واحد؟ عندي واحدة. طيب الاس بكام؟ ب32. طيب زائد أربعة في الكام؟ الأو بكام؟ أو ب16. طيب نقول بيساوي، نقول بيساوي، يبقى كده 2 زائد 32 ب 34، وهي 4 في 16، يبقى كده كله كام؟ كله هيكون رقم 98. يبقى الإجابة هتكون رقم ب إن شاء الله. تمام. طيب بيقول لي لديك مركبان ده وده. ماشي، فإذا علمت إن الاتش بكذا والأو بكذا والإن بكذا فتكون الكتلة المولية للمركبين بتساوي نقطة. طب تعالى نشوف لده ولده. طب اتش بواحد زائد السي بكام؟ السي احنا قلنا عندك هي كاتبها لك بكام؟ مش كاتبها، هي ب 12. طيب زائد الاتش بكام؟ بواحد، زائد الاو بكام؟ 16. يبقى كده كله كام؟ عندك ادي 14 و16، يبقى كام؟ يبقى 30. طيب تعال ما نجيب ده، الان بكام؟ الان ب 16 زائد الاو بكام؟ الاو ب 14، يبقى بكام؟ 30. يبقى كده الاثنين متساويين، يبقى الاثنين متساويين، يبقى رقم ج. السؤال رقم 33 بيقول لي أمين مالي صحيح، عايز الجملة الصح. ماشي. طيب صلى على النبي. دلوقتي هو هنا كاتب لي ايه؟ المحتوى الحراري. طب التفاعل ده تفاعل ايه؟ تفاعل، انت كنت فوق وبتبص لتحت، يبقى ده تفاعل طارد حرارة، يبقى ده تفاعل طارد للحرارة. ده تفاعل طارد للحرارة. دلتا اتش هيكون ايه؟ دلتا اتش هيكون سالب. احنا قلنا طارد سالب. تمام. طارد سالب بيطرد طاقة مع النواتج. طيب تفاعل ماس لا، تفاعل ماس لا، تفاعل طارد صح. طارد صح. طيب والمحتوى الحراري ليه متفاعلات اكبر من المحتوى الحراري للنواتج؟ فعلا، لان احنا عندنا النواتج بتكون قليله، لان انا عندي دلتا اتش دي، دلتا اتش بسالب صح، ودلتا اتش بيساوي اتش للبرودكتس ناقص اتش للرياكتنس. تمام. فبالتالي هي سالب، يبقى اذا ده كده صغير وده كبير، يبقى طاقه النواتج مالها قليله وطاقه المتفاعلات ايه؟ عاليه. تمام. يبقى الاجابه هتكون رقم ج. تمام. ماشي. السؤال رقم 34 بيقول لي في التفاعلات الماصة للحرارة، ماس موجب، المتفاعلات تمتص حرارة. طيب تنتقل الحرارة للنظام من الوسط للمحيط. طيب دلوقتي بيقول لي ايه؟ في التفاعل الماص للحرارة تنتقل الحرارة للنظام من الوسط للمحيط، تنتقل الحرارة من النظام للوسط ايه؟ تنتقل الحرارة للنظام من الوسط للمحيط، تنتقل من النظام للوسط. هو لو من النظام للوسط فده كده تفاعل ايه؟ تفاعل طارد. هو طرد حرارة للوسط للمحيط. طب ده تفاعل ايه؟ تفاعل تنتقل الحرارة من للنظام من الوسط، يعني من الوسط للنظام صح. تمام. يبقى الإجابة رقم كام؟ رقم ألف. لأن هو ماس فهيمتص حرارة، يبقى الحرارة هتجيله من بره، دلوقتي ماس هتجيله حرارة. تمام. يبقى الإجابة رقم ألف. السؤال رقم 35 بيقول لي تتميز التفاعلات الطاردة للحرارة بإحدى المميزات التالية. تمام. هو تفاعل إيه؟ طارد. طب طارد سالب. تمام. طارد دلتا اتش سالب بيطرد طاقة مع النواتج. طيب دلوقتي ما نيجي نشوف، بيقول لي بإحدى المميزات الآتية، دلتا اتش دلوقتي إيه؟ ناتج طرح. ماشي. المحتوى الحراري للنواتج ناقص المحتوى الحراري للمتفاعلات أقل من الصفر صح. ليه؟ هو سالب، وإحنا عندنا الدلتا اتش، إحنا بنقول الطارد دلتا اتش بسالب، والسالب ده يعني إيه؟ اتش للبرودكتس ناقص اتش للرياكتنس. تمام. طيب ناتج طرح الطاقه للنواتج ناقص طاقه المتفاعلات اداني سالب. ايوه صح فعلا. يبقى الاجابه رقم ايه؟ رقم الف. طيب السؤال رقم 36 بيقول لي في المعادله الحراريه التاليه نستنتج ان، ماشي تعال نبص. دلوقتي يا شباب صلوا على النبي. احنا عندنا دلوقتي ده كده يعني اما نيجي نبص للمعادله دي، تعال نكتبها تاني. دلوقتي 2 NO2 ناقص اكس كيلو جول، يعني شويه طاقه. طيب هما ناقص، اقدر اوديهم الناحيه التانيه بالموجب؟ طيب يبقى انا عندي N2O4 زائد اكس كيلو جول. كلام جميل. يبقى تاني دلوقتي انا عندي ده جاز وده كان جاز برضه. ماشي. تعال ما نبص بقى كده.
دلوقتي بيقول لي ايه، لما نيجي نبص يا شباب عشان نفهم برضو، احنا عندنا الطاقه اللي هنا دي بتساوي طاقه ده زائد طاقه ده، الاتنين مع بعض صح؟ فاذا كده هستنتج ان الطاقه ده اهو اما نيجي نقارن ال NO2 بال N2O4 الاتنين ببعض، بس هنقارن دول ببعض، مين طاقته اعلى؟ انا عندي الطاقه بتاعت ده اتوزعت، ده كده، ده كده اتوزعت على دي ودي الاتنين مع بعض، يبقى اذا طاقه ده اكيد اقل من دي. طيب يبقى انا عندي في 36 هتبقى الاجابه. تعال نشوف المحتوى الحراري لل NO2 اكبر من المحتوى الحراري لل NO4 والتفاعل ماس. اولا التفاعل ده طارد طاقه، يبقى التفاعل ده طارد، ماس غلط، فانا كده هختار من بنجيبه ايه ودال. المحتوى الحراري لل NO2 اكبر من المحتوى الحراري لل N2O4 والتفاعل طارد للحراره. طبعا هي دي الاجابه، لان احنا قلنا هو طارد لانه طرد طاقه مع النواتج، من دي كده احنا عرفنا ان هو طارد. تمام. طيب عرفنا ان هي دي كده ليه، لان احنا قلنا الطاقه اللي هنا اتوزعت على دي ودي مع بعض، يبقى الطاقه اللي كانت هنا اكيد اكبر من اللي هنا. تمام. يبقى الاجابه رقم ج. طيب بيقول لي من التفاعلات الاتيه، من التفاعلات التاليه. ماشي. ماشي، تعال نبص كده على التفاعلات. صلى على النبي يا شباب. دلوقتي تعال نكتب كده كل معادله فيهم. ماشي. دي كده مظبوطه، ده كده تفاعل ايه؟ تعال نقسمها كده، ده تفاعل ايه؟ ماس للحراره. طيب الدلتا اتش بكام؟ الدلتا اتش بتساوي موجب 90 كيلو جول. تمام. ماشي. طيب تعالى نبص على التاني ده كده، التاني ده كده احنا عايزين نكتبه تاني، نص N2 زائد O2 زائد 33 كيلو جول، ادانا كام؟ ادانا NO2. كلام جميل. طيب الدلتا اتش، دلتا اتش هتساوي، دلتا اتش هتساوي موجب 33 كيلو جول. كلام جميل. فيكون المحتوى الحراري كل من ال NO2 وال NO نقط. طب يا شباب في معلومه كده على الماشي، ان احنا عندنا المحتوى الحراري للعناصر يساوي الصفر، بمعنى لما اجي اقول لك المحتوى الحراري دي بكام؟ بصفر، فاهملها كده معانا، المحتوى الحراري ده بكام؟ بصفر. ليه؟ لان هو عناصر. طب المحتوى الحراري ده بكام؟ بصفر. المحتوى الحراري ده بكام؟ صفر، صح؟ طيب يبقى اذا دلوقتي كده احنا عندنا المحتوى الحراري لل NO2، يعني بص تعالى نطير دول كده، نطير دول، يبقى ال NO2 بكام؟ 33 كيلو جول. طب تعالى نطير هنا كده، دلوقتي انا عندي طيرت دول، يبقى ال NO بتساوي كام؟ 90. المحتوى الحراري يا شباب، المحتوى الحراري للعناصر يساوي الصفر. المحتوى الحراري للعناصر بيساوي ايه؟ صفر. المحتوى الحراري للعناصر يساوي الصفر. طب احنا عندنا محتوى حراري مين؟ عندنا محتوى حراري للمركبات. يعني بص اما يجي يقول لك ايه، مثلا O2 المحتوى الحراري بتاعها كام؟ صفر. طيب CO2 لا ليها محتوى حراري، ليه؟ لان ده مركب، لو عنصر ملوش محتوى حراري، لو مركب ليه محتوى حراري. طيب يبقى اذا كده احنا قلنا المحتوى الحراري بتاع ال NO2 33، ال NO ب 90، يبقى اذا المحتوى الحراري بتاع ال NO اكبر من ال NO2. الاجابه رقم ب. طيب بيقول لي عند اذاب كلوريد الصوديوم، تمام، كلوريد الصوديوم، مين كلوريد الصوديوم؟ ال NaCl. طيب في الميه تنخفض درجه حراره. طيب هنا كده في قاعده عامه كده مشهوره جدا جدا جدا، بص هي انت تحسها مش منطقيه بس انا هفهمها لك دلوقتي. بص، طيب لو التفاعل طارد، لو الحراره زادت تفاعل طارد، تمام، يبقى تاني لو درجه الحراره زادت يبقى تفاعل طارد، لو درجه الحراره انخفضت تفاعل ماس. يبقى تاني لو قال لي عند انخفاض درجه الحراره، انخفاض درجه الحراره، يبقى النظام امتص الحرارة، يبقى النظام ايه؟ تفاعل ماس. لو ارتفعت درجة الحرارة يبقى التفاعل ده ايه؟ طارد للحرارة. طيب عشان تسكمها وما تنساهاش دلوقتي يا شباب، التفاعل الطارد ده بيطرد حرارة فبيزود درجة الحرارة، طرد لك الحرارة فرفع لك درجة الحرارة. تفاعل الماس امتص الحرارة فقلل لي درجة الحرارة. يبقى تاني التفاعل دلوقتي بيقول لي تنخفض درجة حرارة، تنخفض درجة الحرارة يبقى تفاعل ايه؟ ده امتص الحرارة، يبقى تفاعل ماس. تمام، وماس يبقى دلتا اتش ايه؟ موجب. الكلام ده جه منين؟ انت بتحس ان الكلام مش منطقي انا عارف، بس هو دلوقتي يا شباب احنا لو عندنا تفاعل طارد للحراره، فدلوقتي هو فقد حراره للنظام الوسط المحيط صح؟ من النظام للوسط المحيط، فكده اما يفقد حراره النظام للوسط المحيط، حراره النظام يعني الحراره ايه اللي هيحصل لها؟ هتزيد. لكن لما يمتص الحراره اللي في النظام الحراره بتقل. فاهمين؟ يبقى تاني انا دلوقتي معايا كوبايه شاي مثلا، كوبايه الشاي ديت طلعت حراره فهتسخن الجو اللي حواليه، لكن هي لو امتصت الحراره بتقلل درجه حراره الجو. يبقى تاني هو لو ماس إيه اللي بيحصل؟ بيقلل درجه الحراره، لو طارد ايه اللي هيحصل؟ هيزود درجات الحراره. يبقى في قاعده عامه، ودي قاعده عامه بتتحفظ، قاعده عامه، عند انخفاض درجه الحراره التفاعل يبقى ايه؟ ماس، عند ارتفاع درجه الحراره يبقى التفاعل ده ايه؟ طارد، طرد حراره التفاعل يبقى ايه؟ طرد حراره يبقى الجو هيبقى حر. تمام.
وهكذا. بيقول لي من المعادله الحراريه الافتراضيه التاليه بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان الاي اس الاي ال، بص الاي ديت ماده في الحاله الصلبه، واي ال اي ليكويد في الحاله السائله. طيب احنا هنا مديني تغير في درجه الحراره. الكلام ده انا قايله لكم وانا بشرح، كنت بقول لكم ايه؟ ان المحتوى الحراري ده بيتغير من ماده لاخرى ومن حاله لاخرى. يبقى انا اللي هستنتجه ان المحتوى الحراري يتغير بتغير الحاله الفيزيائيه للماده، صح؟ ليه؟ لان انت عندك لما اتحولت من صلب لسائل كان في ايه؟ تغير في المحتوى الحراري. طب انا لو سالتك سؤال، في الحاله دي نوع اللهم صل على النبي، الحاله انهي حاله من الحالات؟ 3 حالات تحول من حاله لحاله، يبقى دي ايزو ايه؟ ايزو ثيرميه. تمام. طيب بيقول لي يقوم النبات بعمليه التمثيل الضوئي عن طريق الطاقه الضوئيه المستمده من الاشعاع الشمسي، اي مما يعبر عن عمليه التمثيل الضوئي. طيب عمليه التمثيل الضوئي تفاعل ماس ام طارد للحراره؟ ماشي. دلوقتي احنا في رقم 40. طيب اولا انت عندك في عمليه التمثيل الضوئي عشان تحصل لازم النبات يمتص ضوء، يبقى التفاعل ده لازم يكون مع متفاعلات طاقه. يعني احنا كنا بنعمل كده CO2 زائد H2O سهم عليه ضوء، اللي هي الطاقه اللي هيمتصها ايه مع المتفاعلات، يبقى ده التفاعل ايه؟ ماس. يبقى طارد غلط. تمام. فيكون لي جلوكوز C6H12O6 زائد ميه زائد اكسجين، صح؟ طيب تعال نشوف. دلوقتي تفاعل ماس صح. طيب لان الطاقه المنطلقه عند تكوين الروابط اقل من الطاقه. طيب صلوا على النبي. بصوا يا شباب، عايزين نزود حاجه هنا كده عشان ايه؟ عشان ننجز الدنيا كده. بص في حاجه اسمها يا شباب طاقه الرابطه، صح؟ طاقه الرابطه، صح؟ كلام جميل. كنا بنقول يا شباب واحنا بنعرف ان طاقه الرابطه دي هي الطاقه اللازمه لتكوين او كسر الرابطه الكيميائيه، صح؟ والله صح. طيب انا هقول لك ان طاقه الرابطه دي ممكن تكون مره بالموجب ومره بالسالب. يعني ايه؟ يعني انا ممكن اعوض عنها بالموجب او بالسالب. تاني يا شباب، تاني في حاجه اسمها ايه؟ طاقه الرابطه. طاقه الرابطه دي قد تكون موجبه وقد تكون سالبه. يعني مثلا لما اجي اقول لك طاقه الرابطه ب 100 كيلو جول، هتقول لي والله ال 100 كيلو جول دول ممكن يكونوا، يعني مثلا طاقه الرابطه الهيدروجينيه 100 كيلو جول، هتقول لي والله ده معناه ان هي ممكن تكون موجب 100 كيلو جول سالب 100 كيلو جول. طب امتى اقولها بالكيلو؟ امتى اقولها موجب وامتى اقولها سالب؟ بص احنا بنقول دي الطاقه اللازمه لتكوين الرابطه او كسر الرابطه. طب انا عشان اكسر لازم امتص، وامتص يعني موجب. يبقى امتى اقول موجب؟ امتى اعوض عن طاقه الرابطه بموجب؟ لو انا كنت بقول الطاقه الممتصه لكسر روابط المتفاعلات، او الطاقه المنطلقه عند تكوين روابط النواتج. اصل احنا بص يا شباب، لما كنا بنقول التفاعل الكيميائي اللي هو A مثلا زائد B بيديني C زائد D. طيب كنا بنقول دي اتش. طب كنا بنقول الدلتا اتش ده بيساوي ايه؟ دلتا اتش ده بيساوي اتش برودكتس ناقص اتش للايه؟ متفاعلات اللي هم الرياكتنت، صح؟ كلام جميل. ده كده قانون. كنا بنقول ايه؟ ان الدلتا اتش ده التغير في المحتوى الحراري، ده المحتوى الحراري للمتفاعلات، صح؟ وده للنواتج يا ربي، وده المحتوى الحراري للمتفاعلات. طيب صلوا على النبي. دلوقتي احنا كنا بنطرح ايه؟ المحتوى الحراري بتاع النواتج ناقص المحتوى الحراري مين؟ المتفاعلات. اتفقنا ان في حاجه اسمها طاقه الربط. طاقه الربط دي هي مثلا قيمتها كذا. الكذا ده ممكن يكون موجب او سالب. موجب لو انت دلوقتي بص عشان ما ننساش، ممتصه بالصاد يبقى ديت اللي بنكسر بيها الربط. ممتصه كسر، ممتصه كسر، وممتصه موجب. يبقى تاني طاقه الربط ممكن تكون موجبه. اما يجي يقول لك ما معنى ان طاقه الربط موجب 100 كيلو جول؟ ده معناه ان الطاقه الممتصه لكسر تلك الرابطة تساوي 100 كيلو جول. طيب ما معنى أن طاقة الرابطة سالب 100 كيلو جول؟ أي أن الطاقة المنطلقة عند تكوين تلك الرابطة هي 100 كيلو جول. وضحت؟ يبقى منطلقة تكوين، يبقى تاني ممتصة كسر، يبقى الممتصة لكسر روابط المتفاعلات منطلقة. طيب احنا عندنا الدلتا اتش ممكن نجيبها بطريقتين، بان انا اجيب المحتوى الحراري بتاع النواتج ناقص المحتوى الحراري بتاع المتفاعلات. دي طريقة. طيب في طريقة تانية وبنفرق ما بينهم مش زي بعض،
ان انا اجيب دلتا اتش بيساوي طاقة الرابطة للمتفاعلات، طاقة روابط المتفاعلات زائد طاقة روابط النواتج. وانا عندي طاقة روابط المتفاعلات ديت انا ايه بيتم امتصاصها، صح؟ دي اكيد بتكون بالموجب. ليه بتكون بالموجب؟ لان دلوقتي المتفاعلات احنا بنعمل امتصاص عشان نكسر الروابط، وهناك بنطلق طاقه لان احنا بنكون روابط، فدي بتكون بالايه؟ بالسالب، صح؟ فكأن احنا عملنا نفس الكلام، صح؟ يبقى تاني، واحنا كنا بنقول ان احنا التفاعلات عندنا ماصه وطارد، فكنا بنقول ان التفاعل الطارد ده ان الطاقه الممتصه، طب اما اجي اقول لك ممتصه يبقى دي الطاقه اللي بنعمل بيها ايه؟ ممتصه، يبقى الطاقه الممتصه اكبر من الطاقه المنطلقه، لكن الطارد الطاقه المنطلقه اكبر من الطاقه الايه الممتصه. يبقى ماس ممتص اكبر من طارد، طارد منطلقه اكبر من ايه ممتصه. طيب تعال نطبق كده. دلوقتي في الماس ده يا شباب كنا بنقول الطاقه الممتصه اكبر من الطاقه المنطلقه، هي الممتصه دي بالموجب والمنطلقه دي بالايه بالسالب، فالموجب كان اكتر من السالب فكانت المحصله بتبقى موجب. طب الطارد المنطلق اكتر من السالبه، المنطلقه دي بالسالب والممتصه دي بالايه بالموجب، فالسالب اكتر من الموجب فبتبقى المحصله ايه سالب. يبقى تاني يا شباب، انا لو هحسب الدلتا اتش ممكن احسبها بطريقتين، يا اما المحتوى الحراري للنواتج ناقص المحتوى الحراري للمتفاعلات، يا اما الدلتا اتش بيساوي طاقه الرابطه بتاعه المتفاعلات زائد طاقه الرابطه بتاع النواتج، وطاقه الرابطه بتاع المتفاعلات بتعوض عنها بالموجب لان احنا بنعمل ايه بنكسرها فبنمتص طاقه. طب طاقه الرابطه بتاع النواتج بنعوض عنها بالسالب لان هي بتطلع، تمام؟ يبقى الدلتا اتش نحسبها ازاي؟ اتش للنواتج ناقص اتش للمتفاعلات. الدلتا اتش يا اما قدامي طريقتين، دلتا اتش للنواتج ناقص دلتا اتش للمتفاعلات، تمام؟ والدلتا اتش غير طاقه الرابطه، دي حاجه ودي حاجه، تمام؟ دي حاجه ودي ايه حاجه. طيب نرجع تاني بقى كده للسؤال، احنا كنا بنجاوب في السؤال ده بيقول لي بيختلف المحتوى الحراري من ماده لاخرى بسبب، تمام؟ بيقول لي ايه، احنا كنا جاوبنا بقيه الاسئله. طيب احنا كنا لسه في السؤال رقم 40 لسه ما جاوبناهوش. طيب دلوقتي بيقول لي ماس، هو ماس لان الطاقه المنطلقه عند تكوين الروابط اقل. منطلقه دي يعني ايه يا شباب؟ دلوقتي ماس المنطلقه اكتر من الممتصه لكسر الروابط، دي ممتصه، واحنا قلنا ماس الممتص اكتر من الطارد يبقى دي غلط. طيب الطاقه لان الطاقه المنطلقه اكبر، ثواني كده نقرا كده تاني يا شباب معلش. بيقول الطاقه المنطلقه اقل من الطاقه الممتصه، فعلا صح. ليه؟ الممتصه هي اكبر من مين من المنطلقه. يبقى السؤال رقم 40 الاجابه هتكون رقم الف. احنا عندنا دلوقتي ماس، يبقى انا عندي الممتصه اللي احنا بنعمل بيها كسر اكبر من المنطلقه اللي احنا بنعمل بيها تكوين، تمام؟ يبقى الاجابه رقم الف. السؤال رقم 41 بيقول لي يختلف المحتوى الحراري لماده لاخرى بسبب اختلاف نقط. بيقول لي ايه؟ بيختلف المحتوى الحراري للماده من ماده لاخرى. من ماده لاخرى، نوع وعدد الذرات فقط لا، نوع وعدد الروابط فقط لا، الف وب مع بعض صح. طيب لو الف وب مع بعض الاثنين، طيب جيم الطاقه الكيميائيه المخزنه في مول واحد من المركب لاخر فقط، انواع قوى الترابط بين، ما هو دي كده دي هي دي، يبقى الإجابة رقم ج. بيقول لي من فئة التفاعل الكيميائي التالي، ماشي، إذا علمت أن لتكوين 1 مول من غاز الإكس واي من الغازين إكس 2 وواي 2 يصاحبه انطلاق طاقة مقدارها إيه؟ مقدارها 205 كيلو جول. يعني أنا لو هكون مول واحد هطلع 205، يبقى أنا لو هكون 2 مول يبقى زي المعادلة دي بالظبط، المعادلة دي مطلعة 2 مول، صح؟ الاثنين مول دول انت في الواحد طلع 205، يبقى في الاثنين دول انا عندي 2 مول يعني 2 جزيء. طيب انا عندي هنا كان مول واحد يعني جزيء واحد، هنا 2 مول يبقى اضرب في 2 يبقى كده كام 410. يبقى انا عندي كده الطاقه المنطلقه لان هو تفاعل طارد هتبقى كام 410. طيب دلتا اتش كده تصبح كام؟ دلتا اتش هتساوي سالب 410. ليه؟ لأن أنت عندك الطاقة في النواتج. طيب الحرارة تنتقل من النظام للوسط المحيط، تنخفض درجة حرارة النظام للوسط المحيط، التغير في المحتوى الحراري بموجب 410 لا، التغير في المحتوى الحراري بسالب لا. طيب الحرارة تنتقل من النظام للوسط المحيط، أيوه فعلا لأن هو تفاعل إيه؟ طارد. تنخفض درجة حرارة الوسط المحيط لا، تنخفض درجة الحرارة يبقى تفاعل ضماس، تمام؟ وده طارد أصلا، تمام؟ يبقى الإجابة هتكون رقم ألف، تمام؟ ماشي. السؤال رقم 43. طيب ده تفاعل إيه؟ ده تفاعل طارد، ده تفاعل إيه؟ امتص لأنه طلع فوق. طيب ادرس الشكلين البيانين المقابلين حيث يعبر عن تفاعلين كيميائيين مختلفين، فإن طبعا ده طارد دلتا اتش هتكون بالسالب،
طيب هنا تفاعل ماس دلتا اتش هيكون بالموجب. تمام. فإن إشارة دلتا اتش في الشكل رقم واحد موجبة؟ لا طبعا. طيب كل من اكس وواي تعبر عن التغير في المحتوى الحراري؟ صح، لأن احنا عندنا واي ديت دلتا اتش واكس دي برضو دلتا اتش، يبقى الإجابة رقم ب. طيب السؤال رقم 44. ماشي، بيقول لي الشكل بين مقابل يعبر عن تفاعل طارد للحرارة. طيب أنا والله شايف إن هو طارد برضو فعلا. طيب تعال نشوف. أنا عندي رقم اتنين ديت مين؟ دي الدلتا اتش اللي هي الفرق ما بين المحتوى الحراري للمتفاعلات والمحتوى الحراري مين؟ للنواتج. طيب تعبر رقم واحد ده عن الطاقة اللازمة لكسر روابط التفاعل. طب تعال نشوف. اتنين تعبر عن الطاقة المنطلقة عن تكوين روابط المتفاعل. تلاتة تعبر عن، طيب اتنين تعبر عن الفرق بين المحتوى الحراري للنواتج والمحتوى الحراري للمتفاعلات. صح، لان احنا عندنا اتنين دي مين؟ اتنين دي الدلتا اتش، والدلتا اتش بيساوي المحتوى الحراري للنواتج ناقص المحتوى الحراري مين؟ للمتفاعلات. طيب بيقول لي في التفاعل التالي، التفاعل المقابل ده. ماشي. يكون. طيب احنا تعالى جنب ما نشوف. تمام، امسح دي كده عشان نركز في السؤال ده. طيب السؤال التفاعل ده ايه؟ تفاعل طارد. ليه؟ لان الدلتا اتش بايه؟ سالب. تمام. آه طيب دلوقتي طارد يبقى الطاقة المنطلقة أكبر من الطاقة الممتصة. الطاقة الممتصة ديت بتاعت كسر المتفاعلات، الطاقة المنطلقة تكوين النواتج. طيب دلوقتي كده احنا بنقول المنطلقة طاقة تكوين الرابطة، يعني الطاقة المنطلقة أكبر من طاقة كسر الرابطة. والله صح. ليه؟ لأن هو تفاعل إيه؟ تفاعل طارد. تمام، يبقى الإجابة دي صح. طب تعالى نشوف. طاقة تكوين الروابط يعني دي الطاقة المنطلقة أقل من طاقة كسر دي الطاقة الممتصة. المنطلقة أقل من الممتصة، ده كان يبقى تفاعل ماس. طيب المحتوى الحراري للنواتج اكبر من المحتوى الحراري للمتفاعلات. المحتوى، طب تعالى من الدلتا اتش، يعني هو هنا بص احنا قلنا يا شباب عشان نلخص بس الحوار ده، احنا الدلتا اتش حاجه من اتنين. دلتا اتش بتساوي يا شباب حاجه من اتنين، يا اما اتش بي ناقص اتش ار، يا اما دلتا اتش بيساوي الطاقه الممتصه اللي هنعوض عنها بالموجب بتاعه المتفاعلات زائد طاقه النواتج، طاقة رابطة النواتج يعني. تمام، واللي بنعبر عنها بسالب اللي هي طاقة مين؟ النواتج. تمام، لأن دي الطاقة المنطلقة. طيب هنا كده لا، هنا اتعمل بالقانون اللي هو اتش بي ناقص اتش ار. طيب طاقة النواتج لو أكبر من طاقة المتفاعلات ده يعني المحتوى الحراري للنواتج كان أكبر من المحتوى الحراري للمتفاعلات، كانت هيبقى موجب ويبقى ده تفاعل ماس. النظام يكتسب حرارة من وسط المحيط يعني تنخفض درجة حرارة وسط المحيط، يبقى ده تفاعل برضه ماس. تمام، يبقى الإجابة هتكون رقم ألف. طيب التغير في المحتوى الحراري، التغير الحراري المصاحب لأي تفاعل كيميائي عبارة عن، طيب الايه التغير في المحتوى الحراري اللي هو الدلتا اتش. طيب احنا قلنا الدلتا اتش ده حاجة من اتنين، يا إما المحتوى الحراري للنواتج ناقص المحتوى الحراري للمتفاعلات، يا إما الحاجة التانية الطاقة الممتصة، طاقة الرابطة الممتصة زائد طاقة المنطلقة. دي هنعوض عنها بالسالب، دي بالموجب ودي بالايه؟ بالسالب. الطاقه الممتصه ديت بتاعت كسر، ممتصه كسر، منطلقه ايه؟ تكوين، تكوين النواتج. طيب المحتوى الحراري للمتفاعلات ناقص المحتوى الحراري للنواتج، لا اعكس، المفروض المحتوى الحراري للنواتج ناقص المحتوى الحراري للمتفاعلات. طاقه روابط المتفاعلات ناقص طاقه روابط النواتج، لا مجموعهم. احنا عندنا كنا بنجمع طاقه حراره المتفاعلات زائد طاقه حركه، زائد طاقه مين؟ احنا كنا هنا بننقص يا شباب معلش، هنا ناقص. عندنا محتوى حراري للنواتج ناقص محتوى حراري للمتفاعلات، لكن لو الطاقه بتاعت الرابطه، طاقه الرابطه بتاع المتفاعلات زائد طاقه رابطه النواتج. المحتوى الحراري للمتفاعلات زي المحتوى الحراري لا، طاقة رابطة المتفاعلات زائد طاقة رابطة النواتج صح، وطاقة رابطة المتفاعلات موجب لأن دي بتمتص ودي بتنطلق. تمام، فديت صح طبعا، الإجابة هتكون رقم د. السؤال رقم 47 بيقول لي الشكل البياني المقابل يعبر عن تفاعل تكوين النشادر. ده تفاعل إيه؟ تكوين النشادر من عنصريه النيتروجين والهيدروجين. من عنصريه مين؟ النيتروجين والهيدروجين. ومنه يتضح أن ده تفاعل إيه؟ ده تفاعل طارد للحرارة. طيب وإشارته دلتا اتش هتكون بسالب. ليه؟ لأن هو نازل تحت، يبقى ده تفاعل طارد. ماس لا، ماس لا، طارد وإشارته سالبة، يبقى الإجابة رقم ألف. طيب السؤال رقم 48 بيقول لي الشكل البياني المقابل يعبر عن تكوين 1 مول من المية في من عناصره الأولية الهيدروجين والأكسجين، فإنه، طيب دلوقتي احنا بنكون إيه؟ مول مية، ده تفاعل إيه؟ طارد. طيب دلتا اتش بإيه؟ دلتا اتش بسالب. طيب الطاقة، طيب دلتا اتش سالب، يبقى احنا دلوقتي كده طارد، يبقى الطاقة المنطلقة أكبر من الطاقة الممتصة. ليه؟ أصل الطاقة المنطلقة دي بتكون بتاعت النواتج،
والطاقة الممتصة دي بتاعت مين؟ المتفاعلات. طيب المنطلقة دي بالسالب والممتصة دي بالإيه؟ بالموجب. طب الطاقة اللازمة لكسر الروابط بين الأكسجين والهيدروجين أكبر من الطاقة المنطلقة عند تكوين روابط المية. طيب هي لو الطاقة اللازمة لكسر دي ممتصة أكبر من المنطلقة يبقى ده تفاعل الماس، وهو مش ماس، ده طارد. طيب المحتوى الحراري للمية أكبر من المحتوى الحراري طيب هو دلوقتي المحتوى الحراري يعني بيكلمني اتش بتاعة النواتج أكبر من اتش بتاعة المتفاعلات. هو كده برضو كان هيبقى ماس. ليه؟ لأن احنا بنقول إن الدلتا اتش بيساوي اتش بي ناقص اتش ار. تمام، فانت دلوقتي بتقولي اتش بي اكبر من اتش ار، فده غلط طبعا لان ده كده تفاعل ماس. طيب التفاعل طارد للحراره ان ان اشاره الدلتا اتش سالبه، طبعا صح. طيب السؤال رقم 49، أي مما يلي صحيح للعملية التي تحدث في المعادلة التالية. أي مما يلي صحيح للعملية التي تحدث في المعادلة التالية. طيب اتش اف كون لك اتش زائد اف. طيب دلوقتي مين نبص، هو احنا دلوقتي بنقول ان الدلتا اتش بيساوي الطاقة الممتصة، ماشي، طاقة الرابطة الممتصة في المتفاعلات زائد طاقة الرابطة المتكونة في النواتج، صح؟ ودي بنعوضها من الموجب، دي بنعوضها من ايه؟ بالسالب، صح؟ كلام جميل. طيب اما نيجي نبص كده، اصلا انت كسرت هنا لكن ما كونتش هنا روابط، انت جبت الاتش اف كسرت روابط بس ما عملتش اي حاجه تانية. يبقى انا كسرت بس، يبقى انا امتصيت بس، يبقى التفاعل ده ماس للحراره مش طارد. يبقى التفاعل ده ايه؟ ماس للحراره وليس ايه؟ طارد. طارد لا، طارد لا. ماس للحراره يحدث كسر روابط فقط، صح؟ انت كسرت بس. سؤال رقم 50 بيقول لي في التفاعل المعبر عنه بالمعادله التاليه يكون، ماشي، تعال نبص على التفاعل. التفاعل ده ماس للحراره، ليه؟ لان موجب دي موجب، طالما ماس يبقى الطاقة الممتصة أكبر من الطاقة المنطلقة. الممتصة ديت بتاعة كسر المتفاعلات، المنطلقة دي لتكوين مين؟ لتكوين النواتج. طيب الطاقة اللازمة لكسر روابط المتفاعلات أكبر من الطاقة المنطلقة عند تكوين النواتج، طبعا هتبقى الإجابة صح، الإجابة رقم ألف. السؤال رقم 51 بيقول لي ادرس العبارات التالية. بيقول لي رقم واحد، تنتقل الحرارة من النظام إلى الوسط المحيط، يبقى التفاعل ده طارد. طيب المحتوى الحراري للنواتج اكبر من المحتوى الحراري للمتفاعلات، يبقى تفاعل ضماس. ليه؟ قال لي اصل بص الدلتا اتش بيساوي دل اتش بي ناقص اتش ار. طيب انت دلوقتي بتقول لي بتاع النواتج البي اكبر من الار، يبقى اذا التفاعل ده ايه؟ ماس، لانها هتكون موجب امتص حراره. طيب الطاقه اللازمه لكسر الروابط يعني الطاقه الممتصه اقل من الطاقه المنطلقه، الممتصه اقل من المنطلقه، يعني المنطلقه كتير، يبقى التفاعل ده طارد. طيب التغير في المحتوى الحراري يكون بإشارة موجبة، ده ماس. يبقى أنا عندي لو عايز ماس يبقى 2 و4، لو عايز طارد هو عايز طارد، صح؟ يبقى إذا رقم واحد ورقم إيه؟ 3. تمام. بيقول لي 52، بيقول لي إذا علمت أن يلزم لانحلال 1 مول من كربونات المغنيسيوم. طيب امتصاص طاقة مقدارها يبقى امتصاص، يبقى ده تفاعل ماس. طيب فإن تفاعل تكوين 2 مول. طيب انحلال، طيب تعال نشوف. بيقول لي إيه؟ كربونات مغنيسيوم، تمام، انحلالها، تمام، امتص طاقة. طيب يبقى تكوينها هيطلق طاقة. يبقى تاني دلوقتي امتصاص 1 مول. طيب لو انا عايز دلوقتي انحلالها الواحد المول احتاج كذا. طيب لو اقول لك انحلال 2 مول هيمتص طاقة مقدارها ايه؟ اضرب دي في 2. تمام، هضرب دي في ايه؟ في 2، فيبقى كام؟ 234 و6 من 10، صح؟ طيب يبقى تكوين 2 مول، يبقى ده هينطلق عنه تكوين انطلاق امتصاص تكسير. طيب احنا تكوين يبقى انطلاق لا، امتصاص لا، انطلاق ايوه. انطلاق طاقه كده ده لو 1 مول، لكن هو عايز 2 مول، يبقى الاجابه رقم د. يبقى احنا لو هنكون هنطلق طاقه او هنمتص هنكسر، يعني لو هنكون رابطه يبقى احنا هنطلق طاقه، لو هنكسر رابطه يبقى احنا هنمتص ايه؟ طاقه. بيقول لي من التفاعل الاتي، ماشي، التفاعل ده في اي الاشكال التاليه الاتيه يعبر عن التفاعل الصلب بشكل صحيح. طيب التفاعل ده تفاعل ايه؟ ماس. يبقى انا طالع لفوق نازل لتحت لا، نازل لتحت لا. ثواني شويه معلش، ده اللي نازل لتحت، تمام، ده ما ينفعش وده ما ينفعش. تمام. طيب ده ينفع، تعال نشوف كده بقى. احنا ماوس صح، ماوس طالع لفوق، ماشي، تعال نشوف بقى كده. طيب ديت اصلا المفروض دي نواتج، انت كاتب لي هنا الاي 2 واي 2 ده متفاعلات، يبقى دي غلط، يبقى الاجابه هتكون رقم ج. تمام، لان احنا عندنا ده تفاعل ماس وماس، يبقى انا طالع لفوق، كنت تحت وطالع لفوق. طيب بيقول لي ان التفاعلين التاليين، انا عارف ان الاسئله فيها فهم يا شباب، واللي فاهم ما يحل، اللي مش فاهم مش هيعرف يحل حاجه. تمام، فاللي مش فاهم يرجع لفيديو الشرح التاني. طيب من التفاعلين التانيين أي مما يلي صحيح. طيب صلى على النبي.
دلوقتي احنا عايزين نشوف التفاعل كالآتي. طيب تعالى نكتب ده مكتوب صح، ده تفاعل ايه؟ ده تفاعل طارد، وده برضو طارد. ليه؟ تعالى نكتبه تاني كده، سي سوليد زائد نص او 2 هيدينا سي او زائد كام؟ زائد 110 وأربعة من عشرة كيلو جول. طيب تعال نشوف كده. دلوقتي احنا عندنا هي نفس تقريبا المتفاعلات، يعني بص هنا المتفاعلات كده في التفاعل ده سي زائد او 2، هنا سي زائد او 2، صح؟ كلام جميل. طيب احنا قلنا يا شباب في اي تفاعل قلنا المحتوى الحراري لمين؟ للعناصر يساوي الصفر، يعني ده كده شطب، ده كده شطب، ده كده شطب، ده كده شطب. اه طيب دلوقتي لو ودينا بعكس الاشاره، يعني خلينا ان هنا كده في المعادله دي انت عندك كده المحتوى الحراري هنا بصفر، صح؟ طب تودي دي بعكس الاشاره يبقى سالب 3 9 3، ادانا ايه؟ CO2. طيب لو احنا دلوقتي عندنا في دي كده اللي هو CO جه من ايه؟ جه من سالب 110 و4 من 10 كيلو جول. طيب فدلوقتي كده مين المحتوى الحراري بتاعه اكبر؟ مين المحتوى الحراري بتاعه اكبر؟ طيب احنا عندنا الاثنين هو تفاعل طارد، فالمفروض ننزل لتحت، فده طالع لفوق غلط، ده طالع لفوق غلط، يبقى انا ما بين جيم وايه؟ بين جيم ودال. تمام، لان الاثنين تفاعلات طارده. انا بس عايز افرق المحتوى الحراري بتاع مين اكتر، السي او ولا السي او 2. طيب دلوقتي احنا عندنا بص يعتبر نفس المتفاعلات، صح؟ الطاقه هنا اتوزعت ما بين ومين؟ ما بين السي او 2 وكام و300 وكذا. طب ده عباره عن سي او وكام و او خلينا نقولها بطريقه تانية، انت عندك هنا سالب 300 وايه؟ 300 سالب 393، هنا سالب 110. كده مين قيمته اكبر؟ السي او. يبقى السي او طاقته اكبر من السي او 2، لان انت عارف ان السالب كل ما تزود الرقم قيمته تقل. تمام. هنا نفس الكلام ممكن تحلها بطريقه تانية، انت عندك هنا الطاقه بتاعت المتفاعلات اتوزعت ما بين السي او 2 و 393، هنا ما بين السي او و 110. يعني كده قيمه ده كبيره عشان كده خدت معاه رقم صغير، لكن قيمه ده صغيره فخدت معاه رقم كبير. او وديها التانية، يعني خلي كل واحد في طرف، السي او 2 بكام؟ بسالب 393، طيب السي او سالب 110، فبالتالي يبقى الاجابه هتكون رقم ج. تمام. طيب السؤال رقم 55 بيقول لي أي مما يأتي علاقات غير صحيحة، غير إيه؟ غير صحيحة. تمام. ما عدا كل مين في دول غير إيه؟ وعايز إيه؟ إيه الهبل ده؟ بيقول لي أي مما يأتي علاقات، كل مما يأتي علاقات غير صحيحة، يعني كل دول مش صح ما عدا واحدة بس اللي صح. طب إحنا عايزين نشوفها إيه اللي صح. دلوقتي بيقول لي إيه؟ 1 كيلو كالوري بيساوي 1 كيلو جول. لا طبعا إحنا عندنا الكالوري مش قد الجول. طيب 1 كيلو كالوري يساوي 1000 جول؟ لا برضه. طيب 1 كيلو كالوري يساوي 4.18 جول؟ اه صح. طب تعالى كده نشوف ليه. هو دلوقتي 1 كيلو كالوري، تمام، 1 كيلو ايه؟ كالوري. طيب دلوقتي ده لو قلت لك هو بيساوي كام كيلو جول، هتقول لي والله انا لما باجي احول، انا عندي الكالوري ديت الوحده الكبيره والجول ده الوحده الصغيره، فانا لما باجي احول من كالوري لجول، من كالوري ايه؟ لجول، بضرب في 4 و18، صح؟ يبقى انت كده هتضرب ايه؟ 4 و18، 4 و18 من 100 كيلو ايه؟ كيلو جول. طيب هو عايزها بالجول بس، انت دلوقتي قلت القيمه بكام؟ ب 4 و18 كيلو جول. طيب مش دي هي دي 4 41 و8 من 10 في 10 اس 2 جول؟ ليه؟ اصل انت عندك دي، تعالى كده ما نشطب دي. دلوقتي يا شباب الواحد كيلو كالوري، تاني يا شباب تاني، 1 كيلو ايه؟ كالوري بيساوي 4 و18 من 100، لان احنا عندنا ما بنحول من كالوري لجول، من كالوري لجول بضرب في 4.18 من 100، فكيلو كالوري يعني كيلو جول. طيب هنضرب في كام؟ في 4.18. يبقى انا دلوقتي قيمه الواحد كيلو كالوري بيساوي 4.18 من 100 كيلو جول. طب هو في اختيار زي ده؟ لا مش موجود. طيب دلوقتي كده تعال نكمل. ماشي. تعال نكمل دلوقتي كده، انت عايز ديت كيلو فيه 1000، صح؟ يبقى انا هضرب دي في كام؟ في 10 اس 3. طيب اما اضربها في 10 اس 3 هيبقى بيساوي كام؟ 4 و18 في 10 أس 3، هتحرك الصفر ده 3 مرات يبقى بكام؟ ب 4 1 8 0. طيب مش ده هو عبارة عن 4 1 و8 0 في 10 أس 2؟ هي صح؟ يبقى الإجابة هتكون رقم إيه؟ رقم ج. تمام؟ طيب ماشي. اللي بعد دلوقتي بيقول لي إيه؟ بيقول لي أي مالي يعبر عن قيمة التغير في المحتوى الحراري دلتا اتش للتفاعل ده.
تمام. طيب احنا دلوقتي الدلتا اتش بيساوي ايه؟ اتش للنواتج ناقص اتش للمتفاعلات. تمام. يبقى الدلتا اتش هيساوي اتش للنواتج ناقص اتش مين؟ متفاعلات. طيب انا عايز اجمع اتش للنواتج، يبقى بتساوي ايه؟ اتش للنواتج اللي هي اتش اي زائد اتش بي ناقص اتش للمتفاعلات اتش اكس زائد اتش واي زائد اتش زد. تمام. طيب تعال نختار دلوقتي الدلتا اتش بتساوي ايه؟ اتش للنواتج ناقص اتش متفاعلات. هنا كده غلط. تمام. هنا كده ايه؟ غلط. طيب هنا غلط برضو. طب هنا هي دي صح. ماشي. بيقول لي نوع التفاعل المعبر عنه بالمعادلة التالية هو. طيب إذا كانت طاقة الروابط كذا 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 كذا. طيب أولا كده التفاعل ده تفاعل إيه؟ بص يا شباب صلوا على النبي. إحنا دلوقتي عايزين نشوف التفاعل ده تفاعل ماس أم تفاعل طارد، والإشارة بتاعته تبقى إيه؟ إحنا عرفنا هو طارد يبقى إشارة سالب، لو عرفنا إن هو ماس يبقى الإشارة إيه؟ موجبة. طيب هو مديني طاقة الروابط صح؟ طب تعالى كده ما نفكها كده. هو إحنا كده يا شباب عامة السؤال احنا في السؤال رقم كام؟ 57. طيب اولا التفاعل ده كده هيبقى تفاعل ايه؟ تفاعل تعال نشوف. دلوقتي انا عندي سي سوليد. ماشي. انت عندك كده اصلا ما فيهوش روابط صح؟ فكده يبقى المحتوى بقى ايه؟ بصفر. طب هنا O2. O2 ده عباره عن ايه؟ O دبل بوند O. كون لك ايه؟ كون لي سي دبل بوند O دبل بوند O صح؟ ماشي. طب الطاقه هنا بتاعت الممتصه دي هنعوض عنها بالموجب، يعني الدلتا اتش كده بيساوي ايه؟ عندك طاقه المتفاعلات هنعوض عنها بالموجب. الموجب كام؟ موجب 400 وايه؟ 98. طيب زائد طاقة النواتج هنعوض عنها بإيه؟ بالسالب. تمام؟ سالب 2 في الرابطة دي قيمتها بكام؟ سي دبل بوند أو بكام؟ 803. فكده مين أكتر؟ ده أكتر طبعا، السالب أكتر من إيه؟ من الموجب. فإذا ده تفاعل طارد. دلتا اتش هيكون سالب. ليه؟ لأن إحنا بنقول طاقة يعني لو هنحسب بالروابط، طاقة الروابط زي طاقة المتفاعلات. طبعا طاقة المتفاعلات زي طاقة الايه؟ النواتج. طاقة المتفاعلات بموجب، طاقة النواتج بايه؟ بالسالب. يبقى التفاعل ده تفاعل طارد لأن الإشارة ايه؟ سالبة. تمام؟ طيب بيقول لي ادرس التفاعل التالي. ماشي. إذا علمت أن طاقة الروابط كالآتي. ماشي. اتش اتش بكذا. طيب سي ال سي ال بكذا. طيب اتش سي ال بكذا. فيكون دلتا اتش للتفاعل يساوي نقط. طب تعالى نحسبه. احنا دلوقتي قلنا ادي التفاعل اهو صح؟ تعالى نكتبه كده اتش اتش زائد سي ال سي ال هيدينا ايه؟ 2 اتش سي ال. 2 ايه؟ اتش سي ال صح؟ طيب تعالى نشوف هيديني ايه؟ 2 اتش سي ال. طيب ال 2 اتش سي ال ده يعني ايه؟ اتش سي ال و اتش سي ال. طيب تعالى نجيب قيمة الدلتا اتش كده بتساوي، افتح قوس كده كبير بقى. اتش و اتش بكام؟ ب 400 موجب. ماشي. طيب كام بقى؟ 436 زائد السي ال سي ال بكام؟ 242. ماشي. طيب زائد افتح قوس النواتج بقى. النواتج انت عندك سالب 2 في الاتش سي ال بكام؟ الاتش سي ال ب 400 وايه؟ 31. طيب هتطرح دول من دول كده بقى، لما تجمع على الآلة الحاسبة هيطلع لك كام بقى؟ هيطلع لك، طب ثواني هعمل آلة حاسبة شباب. بسالب 130. تمام. سالب 130 كيلو جول. تمام. تمام. ماشي. بيقول لي مقدار الطاقة الممتصة، ممتصة يعني موجب، عند كسر الرابطة في 1 مول من النشادر، علما بأن متوسط الطاقة بتاعت ال NH بتساوي كذا. طيب دلوقتي صلى على النبي. دلوقتي بيقول لي مقدار الطاقة الممتصة لكسر 1 مول من النشادر. النشادر ده 1 مول صح؟ ادي ال N. تمام. ادي H ادي H ادي H. يبقى عندها 3 H صح؟ بيقول لي الرابطة الواحدة قيمتها كذا. ممتصة يعني ايه؟ مقدار الطاقة الايه؟ الممتصة يعني موجب. يبقى موجب 3 في كام بقى؟ 387 و 67 من 100 كيلو جول. تمام. فكده الإجابة هتكون رقم كام؟ هتبقى الإجابة رقم ج. تمام.